انت راجل ما تعيطش، انت راجل انشف كده ما تتدلعش وشد حيلك. الجمل دي بتسمعها من وانت صغير، فكبرت مقتنع انك لو اتضايقت تبقى ضعيف، لو حسيت بالخوف تبقى مش راجل، لو دموعك نزلت لا 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 انت فيك كده حاجه غلط. بس الحقيقه المشاعر مش ضعف، ومش معنى انك راجل انك لازم تكتم كل حاجه جواك، لان ده بيوصلك للي انت فيه دلوقتي. فرط التحكم في المشاعر، تبقى متضايق او حزين بس قافل على نفسك ومستحيل تحكي، تبقى مخنوق بس تضحك وتقول عادي، لما حد يقرب يفهمك تهزر بدل ما تتكلم على اللي جواه. انت متعود تتحكم في كل حاجه، بس المشاعر مش حاجه ينفع تتحبس طول العمر. الكبت مش بيخليك اقوى، الكبت بيخليك تحس انك فاضي من جوه، ومع الوقت هتفقد الاحساس باي حاجه واي حد. وعشان تكسر ده ابدأ بحاجة بسيطة، اسأل نفسك انت حاسس بإيه، حتى لو مش عارف تجاوب، حتى لو مخك بيحاول يهرب. لو متعود تفضل ساكت جرب تكتب، ولو فعلا ده بدأ يعمل لك مشاكل مع المحيطين بيك لانك مبين انك مش حاسس بأي حد، لازم تلجأ فورا لمعالج نفسي سلوكي يساعدك في ده. واحنا في يوتوبيا هنسمعك من غير احكام ومن غير ما حد يقولك انت راجل ما تعيطش.